السلام عليكم خوتي وخواتاتي متتبعين قناه الفلاح البسيط. معكم خوكم عبد الله وجاد. اليوم راه معايا جاد ان شاء الله. كنت وعدتكم في الفيديو السابق غادي نشارك معكم ان شاء الله ملي غادي نبغي نشرب النعيجه وولدها الرايب. هاد الرايب هذا هو مطهر للامعاء من داك لي بارازيت الديدان البكتيريا اللي كيكونوا في الامعاء. ان شاء الله نشاركوا معكم الطريقه ديال كيفاش غنقدموا لهم هذا الرايب هذا، وغنقول لكم حتى المده امتى غادي يتعاود، وشنو خصنا نعطيو الغنم في هاد الوقيته هذه اللي غنعطيوها هاد الدواء هذا. كيفضل ان الدواء هذا يتعطى الغنم ما يكونش واكلين بزاف اولا على الريق، تعطي لهم على الريق ومن بعد تقريبا واحد ساعه تعطيهم غير شويه داك النهار، ما تعطيهمش يعلفوا مزيان. هاد الدواء هذا كيساعد على تحسين الاكل عند الغنم، يعني كيخليهم انهم يتنقاو من هذوك الديدان ودوك البكتيريا الضاره، وكيخليهم انهم ياكلوا مزيان. يلا دابا غادي نبداو ان شاء الله انا والسجاد، غادي يشد معايا هو باش غادي نشربوا هاد الدواء ان شاء الله. ياك اجي ان شاء الله. جات كيخاف. بسم الله. شدوا هذه هي هنا. خلي جهد ماما، خلي جهد ماما. اجي هنا جات، هاكا حتى باباك هاكا. كما كتشوفوا هذيك القرعه خويت منا في هذا الكاس هذا، حيت هاد البرا مابغاش تدخل ليا في هذيك القرعه، حيت انا جبت غير قرعه صغيره على حساب النعجه وولدها، مابغاش نجيب هذاك الرايب الكبير. المهم غادي نوريكم ان شاء الله. غادي النعجه غنعطيوها 15 ملي والخروف غنعطيوه 5 ملي، داكشي على حساب الوزن، وداكشي باش كينصح البيضاء. بسم الله. هذه 15 ملي ديال النعجه. بسم الله. بسم الله. كنديروا البرا في الحلق باش جات باش صافي العمليه يسالات. الحمد لله. ودابا ان شاء الله غادي بلاتي شويه وغادي نعطيهم يعلفوا. الماء ما غاديش نعطي لهم اليوم، اصلا كان عندهم الماء بايت، يعني غنعطيهم بلاتي شويه يعلفوا، غنعطيهم العلف غير شويه، وغادي نوريكم العلف اللي غادي نعطيهم ان شاء الله. دابا غادي نمشي راني موجد داك الشعير اللي كنت مرقد، غادي نحطو في البلاطو ان شاء الله. الشعير المستنبت اليوم ما غنعطيوش الشعير المستنبت، غنعطيو غير العلف الناشف ان شاء الله. المهم هانتوما معايا. هذا هو البلاطو خوتي اللي كان فيه داك الشعير اللي حيدنا، راه باقي منه واحد شويه دابا، حيت خوا البلاطو خصو يعمر ديما، فيما غيخوى ليا شي واحد غنعمرو باش ديما يبقى عندي الشعير المستنبت، يعني كيتكرر، يعني فيما يخوى شي واحد يوجد الاخر، ديما كنبقاو غاديين متتابعين كل نهار كنزيد البلاطو. الشعير ديالنا هو هذا اللي رقدناه. امطار الخير تبارك الله. حنا بدينا خدامين كنصاوبوا هاد الشهر هذا وبدات الشتوى كتصب. الله يعطيها لنا على قد النفع، ونطلبوا من الله يجي هاد العام هذا زوين. الناس الفلاحه راه كيتسناو هاد الامطار الخير فارغ الصبر، يا ربي ترزقها لنا على قد النفع وتكون ان شاء الله العام الصابه زوينه. بسم الله.
كما شاركت معكم راه كندير 2 غراف حمرين تقريبا، كل غراف كيهز نص كيلو، بحال هنا تقريبا كيلو هذه ديال الشعير. كيلو الشو تبارك الله شحال كتعطينا، كيلو ولا كيلو شي شويه صراحه ما شديتش العبار ديال دوك الغراف مزيان. المهم كيعطي الخير والبركه تبارك الله. تعلف الدجاج، تعلف الغنم، تعلف اي حاجه وكتحصل على علف طبيعي وفيه بزاف ديال البروتينات وبزاف ديال المعادن، وفي نفس الوقت كيتقام عليك رخيص، ما كتبقاش هاز الهم من العلف. وكاين حتى واحد النبته واحده اخرى كيقولوا لها الازوله، الصراحه راه عارفه حتى هي ان شاء الله خصني نوجد لها واحد الحوض ديالها، نصحوني بها الناس بزاف وديجا كنت عارفه، ولكن غير صراحه باقي زعما ما ساعدنيش الظروف انني نصاوب ليها شي حوض. الازوله كتبغي شويه تجهيزات، ماشي بحال هاد الشيء المستنبت دغيا دغيا. ودابا ندوزو ان شاء الله نطيو بهاد الطريقه هادي ونبقاو نسقيو كل 3 سوايع. ودابا بقاو معايا ان شاء الله حتى نرجع ونشارك معكم العلف اللي غادي نعطي للنعجه، ونقول لكم امتى ان شاء الله غنعاود لي هذاك الراي. وهنا كما كتشوف اخوتي مشيت تكبطت على حساب البرد. الشيوه تبارك الله كما كتسمعوها راه كاينه، اللهم بارك. وجيت دابا باش غادي ان شاء الله نشارك معكم العلف اللي كنعطي. انا هنايا نفزب شويه ديال الشمندر، كنت كنعطيهم هاد الكميه كامله وكنخلطها لهم مع الذره لونسيراج ومع شويه ديال السيكالين ديال الحليب، حيت النعجه كترضع ولدها، وكنزيد عليهم النخاله والشعير راه كنعطي لهم مستنبت، ما كنعطيش لهم هكاك حليب. دابا غادي نقص الكميه شويه حيت يلاه دابا داروا هاد الدواء هذا، ونقص لهم اليوم ما غنعلفهمش مزيان، نعطيهم غير قياس، غادي نعطيهم غير الشعير، نعطيهم غير الشمندر وشويه ديال النخال وشويه ديال لونسيلاج. السيكالي ما بقاش عندي، نقضي دابا غير هادشي اللي عندي حتى نجيب من بعد السيكالي ان شاء الله. المهم هذا هو خوتي، هو العلف اللي غنعطي ان شاء الله. دابا غادي ندخلو عندهم، راهم فرحانين كيتسناو. وبالنسبه اخوتي لهذا الرايب غادي نعطيوه ليهم من بعد شهر. عطينا لهم دابا ومن بعد الشهر غادي نعاودوا لهم عاوتاني جرعه واحده اخرى كما القاعده. النعجه 15 ملي
والخروف 5 ميلي، ومن بعد غتولي على 3 شهور، من 3 شهور ل 6 شهور عاد نعطيوه لهم ان شاء الله. هذا راه كما قلت لكم كيحارب الديدان والبكتيريا الضاره، المهم وكيساعد على يعني كيفتح الشهيه على الماكله. المهم كما كتشوفوا اخوتي راني عطيتهم دابا يعلفوا. كنت قريت في التعاليق كاين اللي كيعطي الخل، ولكن انا الخل ملي سولت عليه مزيان لقيته فكره شويه الانسان اللي ما يعرفش يخدم به من الاحسن ما يعطيش الغنم ديالو، حيت عنده بزاف ديال المضاعفات وعنده بزاف ديال الاضرار، من الاحسن تجنبوه. وانا دابا يلاه مبتدئ كنعرف نخدم بهذا الرايب وبهذيك يعني الجلبه اللي كيعطيو الغنم ديال المراره، والحمد لله. ونتمنوا من الله من هنا لقدام نتعلموا ان شاء الله حوايج اخرين. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوناش من الدعم ديالكم، خليو شي لايك اخوتي، شي تعليق زوين، واللي عنده شي راي ولا شي فكره مرحبا يخليها لنا في التعليق ان شاء الله ونناقشوها. وغادي نقول لكم السلام عليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله براسكم.